ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده يوم جديد، يوم فيه مشتريات. انا عارفه انتوا بتحبوا فيديوهات المشتريات وانا كمان بحبها، بحب اقول لكم الاسعار واحب اقول لكم انا جبت ايه واشارك معاكم الحاجات اللي انا بجيبها. فالمشتريات النهارده مشتريات الاسبوع بتاعه الخضار. انا كل اسبوع ان شاء الله كده في اول الاسبوع، يعني المشتريات دي انا جبتها يوم السبت. الفيديو هينزل لكم يوم الاحد يعني على ما منتجت وكده. فاحنا عندنا السوق بيبقى يوم السبت يعني، فانا بجيب الخضار بتاعي كله مره واحده. وعايزه اقول لكم انا يعني كنا مبتدئين الصيام وانا اصلا مش جايبه اي خضار للصيام، يعني مثلا بتنجان الحاجات دي ما كانش عندي بصراحه. لان انا زي ما انتم عارفين قايله لكم قبل كده ما بجيبش الحاجات دي غير في الصيام، لان بنصوم فترات طويله ما بناكلهاش واحنا فاطرين. فانا جبت طماطم الكيلو على 15 جنيه. جبت الكيس اللي تحت دوام ب50 جنيه، 3 كيلو وشويه، واللي فوق ده 2 كيلو ب30. البتنجان العروس جبت الكيلو وربع ب10. والبتنجان المكبب جبت الكيلو ونص ب10. الفلفل ده مشكل بقى، احمر على اخضر على رومي، كله على بعضه كده الكيلو ب15. الكوسة تعتبر اغلى حاجة في الخضار هي الكوسة، الكيلو ب25. انا جبت كيلو كوسة كده، وجبت بتنجان عروس، وجبت شوية في الفلفل كده، يعني في كيلو الفلفل جبت فيه شوية رومي. وقلت اعمل في يوم كده حلة كوسة وبتنجان وفلفل، يعني صيامي كده بتبقى حلو. جبت القتة دي ب15 جنيه، دول 2 كيلو كده ب30. والليمون الكيلو ب20. بس انا جبت نص كيلو الاول اللي هو ده من حد، فقلت يمكن الاقي ليمون احسن واجيب، اكمل اجيب نص كيلو من حد تاني. لقيت كل الليمون واحد في السوق. هو اخضر، بس انتي لما بتلاقيه اخضر زي كده هو لسه طالع يعني اليومين دول، فلما بتلاقيه اخضر كده نقي الليمونه الناعمه بتبقى مليانه ميه وحلو. فانا جبت نص كيلو ونص كيلو، يعتبر الكيلو ب20 جنيه، فهو سعره رخص خالص يعني، كان ب40 من فتره قريبه. جبت كمان، عايزه اقول لكم جبت بطاطا. البطاطا دي انا اول ما شفتها، اللي هي البطاطا البلدي الحلوه الصفرة دي، جبتها على طول. لان انا اصلا يعني في الصيام بالذات بحتار كده في العشاء، مثلا لو بالذات ان انا عامله رجيم، يعني ببقى عايزه اكل اي حاجه كده يعني مثلا تسد معايا وفي نفس الوقت ما تضرش الرجيم بتاعي. فالبطاطا المشويه او المسلوقه حلوه قوي. فانا جبت 2 كيلو، الكيلو على 15، 2 كيلو ب30 جنيه. جبت العنب ده الكيلو على 50، 2 كيلو عنب دول ب100 جنيه. وجبت مانجا بس نسيت اصورها لكم في اللقطه دي، بس هجيبها لكم وانا غسلاها. المانجا الكيلو برضو ب50، جبت 2 كيلو برضو ب100 جنيه. والخضره دي ب5 جنيه للمحشي يعني وكده. هو ده الخضار بتاع الاسبوع اللي انا محتاجاه. يعني انا في اول الاسبوع كده ببقى مقرره مثلا هعمل اكل ايه، سواء في صيام او في فطار. جبت قطع عشان الصيام. انا عندي خيار في التلاجة، وعندي بطاطس، وعندي بصل، دول ما جبتهمش. يعني عندي بطاطس كتير وبصل كتير، وعندي خيار في التلاجة برضو كتير. فانا جبت الحاجه اللي ناقصه عندي بس. انا هنا بقى بعمل ايه، انا دايما لما بتكون الطماطم، انا عارفه ان هي ب15 جنيه، سعرها مش رخص ولا حاجه للدرجه، يعني انا بالنسبه لي رخيصه لما تبقى اقل من 10 جنيه. بس لانها فضلت فتره طويله غاليه ووصلت ل70 و80 والكلام ده. فانا لما لقيتها ب15 قلت لحسن تغلى اكتر من كده، فجبت الكيسين دول. كيس هعمله صلصه، وكيس هشيله في التلاجة، اشيله كده يعني للسلطه والاكل وكده. بس عايزه اقول لكم مش كيس بالذات، يعني مش خدت كيس على بعضه كده وعملته صلصه، لا انا فضيت كل الطماطم، خدت منها الطماطم اللي حسيت ان هي، مع انها الطماطم كلها حلوه بصراحه، يعني مش عايزه تتعمل صلصه، يعني هي عايزه تتعمل سلطه تتاكل كده، لكن ما تتعملش صلصه خالص. اللي بتتعمل صلصه اللي بتبقى طريه او مستويه عن كده. لكن انا جايبه، يعتبر على فكره الطماطم دي ب15 تعتبر انضف حاجه، يعني انتوا ممكن تلاقوا طماطم ب10 جنيه، وكيلو وربع كمان ب10، اللي هي بتتعمل صلصه وما فيهاش اي مشكله خالص. بس انا جايبه الطماطم دي مش في دماغي كنت اللي انا هعمل صلصه يعني المره دي، لان كان عندي برطمان صلصه من الاسبوع اللي فات. هي دي المانجا، وغسلت البطاطا، غسلت العنب، وغسلت الطماطم، غسلت الحاجات كلها اللي عايزه تتغسل. وبتنجان شلته في التلاجة، والليمون والقته والكلام ده كله. وكان الغدا بقى في اليوم ده اللي هو السبت، كلنا سمك مشوي ومشوي على الفحم كده طعمه خطير، ورز وسلطة، وسلطة طحينة، وسلطة خضر. انا بقى خدت الطماطم زي ما قلت لكم، هاخد اللي يعني احس ان هو طري سنة، او الاحمر زيادة، يعني اللي مش ناشف قوي، خدته كله عملته صلصة. انا ضربتها في الخلاط كده، ضربت الطماطم في الخلاط وصفيتها من ابصه كده متصفيه، ما فيهاش ولا بذره ولا قشره ولا اي حاجه. وبعد كده بعد ما غلت شويه كده في نص السوا، حطيت لكل كيلو طماطم، لو هتعملي يعني عايزه المعيار الصح، لكل كيلو طماطم معلقه سكر صغيره، ومعلقه ملح، ومعلقه بابريكا، ومعلقه زيت. فانا دول حوالي 3 كيلو اللي انا عملتهم صلصه. فانا حطيت 3 معالق 3 معالق 3 معالق، يعني من كل حاجه، بابريكا، سكر، ملح، وثلاث معالق صغيرين كده زيت بالتقريب، يعني انا مش بعاير، بس انا بالنظر كده باخدها يعني مش شبه كده.
هنا كانت خلاص الصلصة، انا بحب قوامها كده اللي هو مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، القوام ده بالنسبة لي حلو جدا. باخدها كده زي ما هي، برطمان عندي كده بيبقى مغسول وناشف كده ومتعقم. انا بعد ما جبت الميكرويف بقيت بعقم فيه البرطمانات، يعني من برطمان بعد ما بغسله كده ويتصفى كويس بدخله الميكرويف كده دقيقة وخلاص، بيبقى كده تعقم. الميكروويف ايه سوري الاير فراير. معلش يا جماعه عشان لسه جايباه جديد، لسه لساني ما خدش. عايزه اقول لكم انا كان نفسي في الاير فراير ده بقالي قرن من الزمان، بخصوص انا بعمل رجيم على طول، حياتي كلها رجيم. وكنت نفسي اقلل الحاجات اللي فيها زيت اللي انا باكلها. انا شويت فيه بطاطا على فكره، وشويت فيه فراخ، وعملت فيه حاجات كتير حلو جدا. هبقى احكي لكم عليه في فيديو تاني لو عاوزين، يعني لو عاوزين اقول لكم عليه واقول لكم نوع ايه وكويس ولا لا، قولوا لي وانا اعمل لكم عليه ريفيو كده. انا حطيت بقى، بخلي الصلصه تكون دافيه لسه مش بردت خالص، وبفضيها كده في برطمان ازاز، وبحط على الوش معلقه زيت، وبقفل البرطمان وبحطه في باب التلاجة، بيقعد معايا اسبوع واسبوعين كمان في عز الصيف، ما بيجرالهوش اي حاجه خالص. بس ودي الطماطم اللي فضلت غسلتها كلها وحطيتها في اللي هو المصفى دي، وبشيلها في التلاجة زي ما هي كده، بنستعملها بقى في الصلصه وكده. المحشي ده كنت بجهزه لتاني يوم اللي هو يوم الاحد. قورت بقى الكوسة والفلفل والبتنجان كده، قلت اما اعمل معاكم كام واحدة، يعني اديني بتسلى معاكم. والوصفة كلها يعني المحشي المشكل ده انا هنزله لكم وصفة كده صيامي على قناة تكات ماري، بعمله بطريقة حلوة قوي وطعمه بيبقى خطير. الخلطة اللي بعملها في المحشي المشكل ده الصيامي بتبقى حلوة قوي. فانتوا ممكن تشوفوا الوصفة كاملة بقى على تكات ماري في المطبخ. عايزه اقول لكم بقى ادعوا لي عشان تعبانه جدا جدا جدا، عايزه اسجل لكم الفيديو ده وانا اصلا رايحه دلوقتي اعمل تحاليل. آه انا امبارح كده حصل لي حاجه غريبه، اول مره تحصل لي. حسيت ان انا دايخه، وراسي كده وطت لقدام، ودراعي ورجلي مش حاسه بيهم خالص، ولا قادره ارفعهم ولا قادره احركهم، وراسي صدعت ودروخت كده، وحسيت ان دماغي بتلف. للحظه كده حسيت ان هيغمى عليا، هموت. حسيت ان روحي بتتسحب كده. فانا عاوزاكم تدعوا لي كده، طلب مني تحاليل امبارح وهعملها النهارده ان ما يطلعش عندي حاجه وحشه، وربنا يسترها بقى. انا حاسه اليومين دول صحتي مش مظبوطه خالص، معرفش يا بين دي الاخر ولا ايه، مش عارفه. اتمنى ان ربنا يديني الصحه بس ويخليني لولادي، لان فعلا الواحد من غير ام حاله يغم. احنا كنا متجوزين وكبار، ومن غير امنا حسينا ان الدنيا كلها ملهاش اي طعم. اي حد مش هياخد باله من ولادي زي ما انا باخد بالي منهم، فاتمنى ان ربنا يديني الصحة بس ويخليني ليهم لحد ما اجوزهم كده، وكل واحد يبقى ليه زوجته كده. تبقى هي المسؤولة عنه يعني، وتشوف طلباته والكلام ده كله، يعني اكمل رسالتي، مش عايزة اكتر من كده. وربنا يخليكم لولادكم يا رب، وتفرحوا بيهم كلكم كده، وتشوفوهم احلى حاجة في الدنيا. انا جهزت المحشي ده كان الفجر تقريبا، وبس يعني ده اللي هعمله كده يوم الحد، غدا يوم الحد. اتمنى الفيديو تكونوا استفدتوا منه، يعني عرفتوا الاسعار، عرفتوا اي حاجة. حطوا لايك بقى واشتركوا في القناة، واستنوني في فيديو جديد، وباي باي.